يا خديجة يا خديجة. ايوه حاضر. خير ايه وشر ايه؟ اقفل الراديو اللي فتحاه على اخره ده، الواحد مش عارف يصلي في البيت. حاضر، دول الاولاد اللي فاتحين. ايه اللي عملتيه ده يا ماما؟ انت قفلت الراديو؟ ايوه يا ابني، ابوك قال كده. طب واحنا ذنبنا ايه؟ الواحد عاوز يسمع شويه مزيكا قبل ما يروح الجامعه. افتحيه تاني. ماما. ايوه يا ابني. افضل انتهلك ساعتين يا ماما على ما تردي عليا. انا غلطت والله من البيت ده. عاوز ايه بس يا حبيبي؟ الشراب بتاعي فين يا ماما؟ عينيا ادور لك عليه. تدوري لي عليه يعني ايه؟ يعني ما اروحش المدرسه النهارده؟ انا مش مديهولك بايدي امبارح عشان تغسليه يا ماما. والنبي يا ابني ما انا واخده بالي، ده انا غسله يجي 100 شراب. يمكن اخوك لبسه. ايه يعني انا بقيت تشا في البيت ده يعني؟ كل واحد يستولي على حاجاتي؟ اخويا ده ايه؟ الله، فين الشراب بتاعي؟ والله يا ماما حتى اللقمه اقول لك تحضرها لي عشان افطر بيها قبل ما انزل، تبي تنسيني وما تساليش عني. انت مش عارفه ان دخولي بمواعيد وما دخلتش امبارح عشان اتاخرت يا ماما. حاضر عينيا الاتنين يا بنتي، من عينيا. يا خديجة. ايوه يا عطيه فندي. ربنا ياخد عطية فندي ده عشان تستريحوا ويستريح من وشكم. ليه بس كفر الشر؟ يعني واحد باش كاتب زي يروح المصلحة بقميص مش مكوي، الموظفين يقولوا عليا ايه؟ ده شيء كتير. اللهم ان هذا لا يرضيك ابدا. استغفر الله العظيم. ما انا كويا لك قميصين امبارح قبل ما انام. وهما فين؟ جنبك يا اخويا على الكومودين. ماما ايوه يا اتفضلي ابني. يا ست ماما اتفرجي شوفي. انت جايبه لي فنجان وسخ اهو. لا والنبي ابدا يا حسن يا ابني، أمال ده إيه هو ده؟ بس اللي مجير يا ابني من حرفه. يا ماما انا هطلع من هدومي. لا حول الله، ليه بس يا حبيب ماما؟ حضرتك مشغوله ببابا والبهوات والهانم ومستعلى فيا. يا ماما ارجوك انا اتاخرت، مناديلي فين يا ماما؟ يا حبيبتي غسلتهم لك وكويتهم وحطيتهم لك في شنطتك. هناكل ايه النهارده؟ والله انا ناوي اعمل لكم لقمه خفيفه كده، اصل انا شغل البيت عليا النهارده، همسح وهغسل وعندي تنظيف شقه. هو انا كل ما اقول لك حاجه تطلعي لي ب100 حجه؟ دي حاجه تزهق. مع السلامه يا ساعتي يا فندي. اجل البدله مغسوله ومكويه يا ماما، ما تكسريش بقى وتصيني زي عوايدي. حاضر من عينيا، مع الف سلامه يا ابني. وشرباتي تحطهم لي تحت المخده، سامعه يا ست ماما؟ حاضر. ولا يعني غرامك تنكدي عليا وتطفشيني من البيت؟ لا حول قولي بس الله، من عينيا. حاضر يا حبيبي. سعيده يا ماما. انا برضو اللي بنكد عليك وطفشك من البيت. ماما نسيت ترفيلك فستان الكحل، قلت لك 100 مره، مش عاوزه اقول لك 200 مره يا ماما. هترجعي تلاقيه مرفي. حاضر، يكتب لك في كل خطوه سلامه يا سناء يا بنتي. صباح الخير. يا سعد صباحك يا بنتي، خير. ما تاخذنيش يا ست خديجه، الشغاله اللي عند ست مرزوقه اتصلت بالتليفون دلوقتي. مالها يا بنتي؟ بتقول ان ستها تعبانه ونفسها تشوف. لا يا اختي، الف بعد الشر يا ندامه، ده عشره العمر كله. لا ده انا هسيب اللي في ايديا واروح لها حالا. يا اختي الشر بره وبعيد، مالك يا حبيبتي؟ والله يا اختي حاسه كده زي ما يكون. لا يا اختي ما تقوليش الكلام ده. وحياتك يا حبيبتي قلت اشوفك شويه قبل ما من عارف يمكن ما نتقابلش تاني. شر بره وبعيد، ما تقوليش كده امال. ده بس يمكن نفس ولا شويه برد، والنبي ده انا معايا اسبرينه من بتوع سعاطيه، اعمل لك عليها شويه شاي تشربيها ترد فيك الروح وتفرفشي. ان شاء الله مع دمك يا اختي. وازاي سعطيه؟ بخير يا حبيبتي، تسلمي. والولاد بعافيه يا اختي، بوسوا ايديكي، اهم راحوا المدارس. هلبت يا اختي ما هم تعبينك. لا والنبي ابدا. ابدا ازاي؟ انت جبت شغاله يا اختي؟ ولزومها ايه يا اختي الشغاله؟ اهي ماشيه والحمد لله. يعني بتعملي كل شغل البيت لوحدك؟ بغسل وانفض واخيط الهدوم المقطعه وامسح الشقه وانضف الابواب، وبعدين اطبخ واحضر للافندي ولولاد الاكل واغسل الصحون وانضف المطبخ واعمل كل حاجه. يا اختي، وما بتحسيش بتعب؟ لا والنبي، مجرد ما اشرب فنجان القهوه بتاع العصري مع ساعتيه لما يقوم بالسلامه من النوم ويولع لي السيجاره بايده، احس ان انا رجعت شابه سن 20 سنه. يعني هو مفيش
فيش حد بيساعدك من الولاد؟ يا ندامة، حد يساعدني من الولاد؟ طب وحياة غلاوتك عندي لو كنت اقدر اساعد حد منهم في شغله ولا في دروسه كنت ساعدته، لكن بقى هقول ايه، العين بصيرة والايد قصيرة. اصل اهالينا ما دخلوناش مدارس، طلعنا من غير علام. لكن يا اختي برضه بيتهيألي ان حملك تقيل عليكي. اصلك انت ما جربتيش يا ست مرزوقة، ربنا كبير ويعوض عليكي. حاجة خدمة الولاد دي تشرح القلب، زي ما يكون الواحد كده في نزهة ولا في جنينة. والنبي ده انا لو قضيت العمر كله ليل ونهار اخدمهم مش عتب ابدا. وهم يا اختي؟ هما يا خديجه، يا ام ابراهيم، الله، هي راحت فين؟ لازم بقى قاعده بتغسل وسايبانا احنا ننده هنا لما صوتنا اتنبح. الله، يعني مش في الحمام ولا في المطبخ ولا في اوضه النوم ولا في الشقه كلها؟ الله، دي حتى ما طبختش ولا عملتش لقمه. الواحد مصارين بطنه بتصوصو من الجوع، اما اعمل لي لقمه تصبر بيها. يا ترى راحت فين؟ الله الله الله، يا دي الحوسه اللي احنا فيها، يا ساتر. بتعمل ايه يا بابا؟ انت جيت يا ابراهيم يا ابني؟ يا ابني رجعت ما لقيتش امك، جيت اعمل لي لقمه قام بابور الجاز هب وكان هيحرق الشقه كلها. جيت اشيل الطاسه من عليه ايدي اتلسعت، في لهوجتي جت جنب الاطباق، قاموا وقعوا ودشدشوا زي ما انت شايف كده. طب سيب الشغلانه دي انت بس وانا هريحك. هتعمل ايه؟ هفتح علبه البلوبيف اللي ماما كانت جايباها بالليل، ما هي حطيتها في النمليه وما تعشيناش منها. هي راحت فين؟ علمك يا ابني، اهي خرجت وسايبتنا لايصين. الله، مالك يا ابني؟ السكينه اللي بفتح بيها العلبه جرحتني. طب مش كنت تاخد بالك يا ابراهيم يا ابني؟ اما اروح اجيب لك شويه ميكروكروم. اهي يا ابني اهي. ايه ده يا بابا؟ دي ازازه صلصه القوطه. يا ايدي يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي، طب اوصل لغايه الاجزخانه اجيب لك الميكروكروم واجي. ده انت عمل ما ترجع اكون خلصت. ايه الدم ده كله؟ مالك يا ابراهيم؟ السكينه جرحت ايده وهو بيفتح علبه البلوبيف. امال ماما بتعمل ايه؟ هي فين؟ خرجت وما طبختش. ازاي؟ ده انا جايب زميلي اللي بذاكر وياه عشان يتغدى عندي. طب يا بابا الحقني يا اوام دلوقتي، اديني بقى 50 قرش عشان اشتري اوام نص كيلو كباب وشويه سلطه من الحاتي. نعم، 50 قرش. 50 قرش عشان تتغدى بيهم انت لوحدك؟ ايوه. ضمك بتدبر لنا اكل البيت كله، فطار وغدا وعشاء ب 50 قرش. انتوا ناويين ايه؟ يا بابا ناويين على جبال ولا ايه بقى؟ يا عالم دم بينزف يا ناس، حموت شويه ميكروكروم. يلا يا بابا. لو كانت امك هنا. عارف يا بابا هتقول ايه؟ كانت عملت لنا غدوه كويسه في 5 دقايق بس. لا، مش عاوز اقول لك كده. امال ايه؟ عاوز اقول لك لو كانت سمعتك يا عيني وانت بتطلب 50 قرش عشان تجيب لك لقمه لغداك انت وصاحبك بس، كانت سرقه. حقوني بشويه ميكروكروم يا راسي هتتفشل يا بابا. طيب يا بابا ما تزعلش نفسك يا بابا، وهات 20 قرش وانا اجيب كام بيضه واعمل بيهم عجه. هات يا بابا، يلا. بابور الجاز خسران ما بيولعش. يا بابا ايه انت كمان؟ لسه بندهلك وما بترديش، انت كده بتفضلي كل اخواتي عليا. الله، نعم يا سي سناء، عاوزه ايه انت الاخرى؟ عاوزه ايه؟ فين الفستان اللي رفته؟ انا عندي حفله وخارجه بعد ربع ساعه. الله، مالكم مبلمين كده ليه؟ محتاسين على لقمه الغدا واخوك ابراهيم راخر. يا نهار زي بعده، ايه الدم ده كله؟ ما تعرفيش ازازه الميكروكروم فين يا سناء؟ افهم دي، وريني ايدك. دي القطره بتاعتي يا بنت. يا عالم، زميلي في الصالون ومش عارفه اغديه ايه. يا دي الورده، وماما فين؟ خرجت. راحت فين؟ ما نعرفش. والعمل دلوقتي؟ دم نشف. زميلي يا ناس، زميلي اللي في الصالون مستني اغديه. يا ناس ده انا ما فطرتش النهارده يا ولاد. بس اديني لقيت لقمه اهي. لا يا بابا، لا يا بابا، ده العيش اللي ماما محضراه للقطه يا بابا. الله، ما عندكوش ابره خيط بيها الفتق اللي في الفستان عبال ما يترفي؟ انا عارفه ماما بتحط الابره فين. ادي لقيت الابره اهي، الحمد لله. ايه مالك يا سناء يا بنت؟ مالك في ايه؟ في حاجه يا سناء؟ حصل ايه؟ قولي. الابره انكسرت في صباعي. دي مصيبه ايه دي بس؟ ما تعرفيش تستعملي الابره كمان؟ ازيك يا بابا؟ ولزوم ايه التبكيت ده؟ انت راخر يعني حضرتك اللي عارف تفتح علبه البلوبيف؟ بالعقل الواحد يعرف يصرف نوره من غير ما يضر نفسه. وعلك فين لما انت محتاس وعشان تغدي صاحبك؟ الله، احنا كلنا وحشين يا بابا. احنا كلنا ايه؟ احنا كلنا وحشين وانانيين وما بنحبش الا نفسنا، واكتر من كده في حاجه. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا بنت ده؟ انت بتشتمينا؟ ده انا خلاص ما بقاش فيا نفس عشان مش لاقي. وانا بفكر اني احول لمدرسه تانية عشان اصحابي هيشتموني ويضحكوا عليا. اعزم زميلي على الغدا في البيت او ما اقدرش اكله لقمه. يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. يا للهول. طب انت يا ما تسكت بقى، قاعد انت وهو اما نشوف التهمه اللي جات لنا دي على اخر النهار.
تقصدي ايه يا بنت باننا وحشين وانانيين وما بنحبش الا نفسينا؟ بقول اكتر من كده، احنا ما نستحقش الحياه اللي احنا عايشينها، ما نستحقش اللقمه اللي بناكلها ولا الهدمه اللي بنلبسها ولا حتى الفرش اللي بننام ما شاء عليه. الله ما شاء الله. وايه سبب الاتهامات دي كلها يا ست يا محاميه؟ سببها موقفنا من ماما. ازاي بقى؟ الاعمال كلها على ماما، كل واحد منا بيعتمد في كل شؤونه على ماما. ماما لوحدها هي اللي بتغسل وتمسح وتطبخ وتأدي حاجات كل فرد في البيت ده، واحنا رامين كل حملنا عليها وقاعدين نضغط عليها لحد ما زهقناها مننا وخليناها خرج. مفيش تعاون، مفيش حد مننا فكر انه يتعاون معاها في خدمه البيت على الاقل عشان يعرف حاجه من حاجاتها ويقوم ببعض الواجب ويريحها. في ظروف زي دي كنا نقدر نطبخ ونعرف ازازه الدواء فين. يعني حضرتك تعرفي تلفي فستان ولا انا ما بخليش نفسي من المسؤوليه. لو كنت بساعد ماما كنت عرفت مكان الابره والبكره وتعلمت ازاي ارفي واخيط. فعلا والله الظاهر الكلام ده صحيح يا اولاد. صحيح 100%. احنا انانيين، احنا اللي طفشنا ماما. فعلا احنا بنجني اللي زرعناه. مش ده المهم دلوقتي يا اولاد، المهم دلوقتي نعمل ايه؟ نصلح غلطتنا ازاي؟ كل واحد مننا يساعد ماما، نقف جنبها على قدر الامكان وهي بتطبخ نساعدها في الغسيل، في الحاجات الخفيفه زي المناديل والشرابات والصحون وفناجيل الشاي. لو كنت اتعلمت من ماما ازاي بتفتح علبه البلوبيف ما كانش حصل اللي حصل لي مش ده. كده والنبي. امتى ترجعي يا ماما بالسلامه يا وانا رب اكون يا ايدك ماما. اليمين وانا اكون كتفي في كتفها. وانا هساعدها في كل اعمالها واتعلم منها شغل البيت. اهلا 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 ست خديجه حبيبتي، بالحضن يا غاليه يا ام ولادي. انا دلوقتي مش هتعبك ابدا، حتى الاكل راخر هطبخه ببالي يا ماما. هعمل كل حاجاتي بنفسي، هعرف كل شق في البيت محطوط فيه ايه، حتى ازازه الميكروويف. وانا يا ماما هتعلم الطبيخ عشان انا بحبه قوي وهساعدك وما تعبكيش ابدا. اللهم الحمد لك لله. كلفك بحاجه تعمليها خير يا ولاد. لو رايح يا ماما انا اللي هعمل لك كل حاجه، حتى هدوم اخواتي انا اللي هغسلهم وارفيهم رزعاز ويترفوا عشان اريحك يا ماما. كلنا هنعمل كل حاجه كل بنفسنا. حاجه يا ماما وياه عشان اللقمه اللي بناكلها يا خير يا خديجه ولاد. والهدمه اللي بنلبسها. والفرشه اللي بننام عليها يا ماما. بمناسبة ايه اللي بتعملوه ده عشان انت كله؟ ماما يا ماما. ست الكل يا ماما. ايوه يا ماما. يا سلام يا سلام يا ست خديجه، الدرس يا ست الحبايب يلي بتفني نفسك في خدمتنا واحنا لا فاهمين ولا حاسين ولا مقدرين. ايوه يا ماما والله. درس ايه يا ولاد؟ الدرس اللي اديته لنا كلنا ليا وللولاد لما غبت عن البيت يوم. يا حبيبتي يا خديجه روح قلبي الله بابا احنا هنا. ساعتية. احم ربنا يخليكوا ليا يا ولاد. ويخليك لينا يا ماما يا ماما يا حبيبتي الكل.